صاحبة عمرها سرقتها والمرض بهدلها، وكان نفسها ترجع للتمثيل في أقرب وقت. وداعا شيرين سيف النصر. شيرين ماتت وعمرها 57 سنة بس. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة. يا ترى ايه آخر حاجة قالتها قبل ما تموت؟ وايه المرض اللي كانت بتعاني منه؟ وليه اعتزلت؟ وايه وصيتها؟ أسرار كتير هنكشفها لأول مرة. ريف أخو شيرين أعلن عن خبر وفاتها، وكمان كشف عن وصيتها. قال: توفيت إلى رحمة الله أختي الصغيرة شيرين هانم سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة، وتقتصر المراسم على ذلك عزاء لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة. شيرين طلبت من أخوها ما يعملش عزا ليها لما تموت، وهو فعلا نفذ الوصية. هرجع للفن قريب قوي، استنوني. دي بقى كانت آخر كلمات شيرين قبل ما تتوفى بشكل مفاجئ وبدون مقدمات. شيرين ما كانتش بتعاني من أمراض صعبة أو خطيرة. المرض الوحيد اللي كانت بتعاني منه شيرين هو السمنة. تخيلوا وزنها عدى 100 كيلو، وده خلاها تبعد تماما عن الإعلام والأضواء. دي كمان اتضايقت جدا لما صورة اتسربت ليها في الفترة الأخيرة. مش بس كده، دي أنكرت أصلا إنها صورتها. شيرين اضطرت بس للتواصل مع الصحافة من كام سنة لما صاحبة عمرها سرقتها، ووقتها رفعت عليها قضية وكسبتها. لكن السؤال اللي كتير مننا بيسألوه: هي اعتذرت ليه أصلا؟ الحقيقة شيرين اعتذرت مش بسبب جوازها من ساري خليجي زي ما بيتقال. شيرين سابت الفن بعد وفاة والدتها، ودخلت في حالة اكتئاب شديدة جدا، وحست ان حياتها انتهت من بعدها. ورغم جمالها، بس شيرين كان حظها وحش جدا في الجواز. شيرين اتجوزت 3 مرات، منهم من فنان معروف جدا، وفي كل مرة الجوازة كانت بتنتهي بالطلاق. أول جوازة كانت من رجل أعمال سعودي، وده بقى سابت الفن عشانه. بس بعد الطلاق رجعت للتمثيل على طول، واتجوزت من مدحت صالح، بس برضو اتطلقت منه بعد 4 شهور بس. وفي سنة 2010 فاجئت الكل بجوازها من دكتور تجميل، وبرضو الجوازة انتهت بالطلاق. وطبعا ما حققتش حلم الأمومة بسبب فشل كل جوازة، وعاشت وحيدة سنين طويلة. في النهاية بقى قولولنا ايه اكتر عمل بتحبوه لشيرين سيف النصر، وادعوا لها بالرحمة والمغفرة.